أبو عبيد، عيونه. تتذكر فيتي صباح لما اجاها أول ولد ورحت باركت له وعلقت له للصبي أم الطربوش؟ ما بتذكر. لا لازم تتذكر لأنه بوقتها علقنا أنا وأنت علقة السودة. ليش هلا انا نسيت؟ لأنه كترت لها في بوقتها، قلت لك صباح لفت لي على جيد زكور أم الطربوش ولازم أرد لها هي، عملني اللف عالرف. هلا شي راح ورحنا، اتذكرك بهالقصة. سبحان الدايم يا أبو عبدو، كبر هالصبي منبرش وعايمر فيتي صبوحة تخطب له وتجوزه. الله يفرحها فيه. عم تقولي بركي بدل على بنات، تعرف خلي كتار وكلهم شي نظم وتقايل مثلي. يا منيال ببوس ايد حاله. هلا بذمتك يا ابو عبدو انا تقيله ولا مالي تقيله؟ اذا بزنتي كتير تقيلة. قصدك تقيله بالقيمه والقدر مو هيك؟ هي طبعا، لكن بالوزن هي 125 كيلو، ما بنحكى فسطن. لك ضروري هلا تذكرني بهالمقاسي؟ خليني هلا فرحانه بخطبه ابن صباح، الصبي كتير كتير منظوم ولايق. هلا المهم تكون اخلاقه وسمعته كويسة لتحطي ايدك بهيك قصة. اهل اول قالوا حطي ايدك بجنازة ولا تحطيها بجازة. ابن صباح دارس هندسه، حباب مهذب، لا طلعه لا دخله لا رفيقه. في شاب بهالوقت لا له طلع لا له دخلة، ليكون فيه شيء الصبي. باصت الصبي راكز شبعان ركزيه، خدش حدا يحط ايده بجازته يا ابو عبدو. اذا هيك دلية الله يدلك على الخير. ايه بس بقى صباح مصعبة علي المهمة كتير. اكيد مثل كل الحلبيات بدها شقرة بيضة بعيون ملونة. لا والله ما كتير سائلة على الحسن، قالت لي إذا بيضة بحلة سودا ما عليه شي، مغبرة قطرة بس مجذبة ما عليه شي. معناتها بدها اياها دارسة وقرد شهادات. كمان ما شطت على الشهادات، قالت لي إذا وصلاني للبكالوريا ما عليه شي. اصبح بدها اياها موظفة وإلها راتب. لا أبدا ما ضروري تكون موظفة ولا إلها راتب، بدهم إياها ست بيت ومن دارها عند أهلها. اذا لا شرط عليك حسن ولا بدها شهادات ولا وظيفة، لك ايش طلبها يوم؟ بدهم أهل البنت يكونوا ساكنين بحارات منظومة، وحددت لي المناطق من حديث السبيل وأنت طالع مغرب. وليش بالسبيل ونحن طالعين مغرب؟ بدها مداخل كويسة. شلون يعني مداخل كويسة؟ ما فهمت عليكي. يعني إذا دخلت على بيت أهل البنت تلاقي مد صمت تريات كريستال سداج عجمي جرار صيني صواني فضة. قولي بدها غنى. إيه بدها زنقلة وأكابرلية. شوفي، الزنقلة شي والأكابرلية شي تاني، يعني الدراويش مو ضروري يكونوا تشنتر حفانة.